صديقي الصدوق، عامل ايه يا صديقي؟ ازيك وازاي عيالك؟ هيا بينا نبدأ الفيلم ام سنرغي كتير. بيبدأ فيلمنا بطفل صغير اسمه بيت عنده 5 سنين، وبيكون راكب في عربية مع ابوه وامه، وبيكونوا في رحلة برية للغابة. وبيكون بيت بيقرا قصة وهو راكب في العربية عن كلب اسمه إليوت، وفجأة بيطلع غزال بر على الطريق، وابو بيت بيحاول يتفاداه، ولكن بتنقلب العربية وبيعملوا حادثة. وبعدها بيخرج بيت من تحت العربية، وبيكون هو الوحيد اللي سليم فيهم، لأن ابوه وامه ماتوا في الحادثة. وبيكون بيت خايف جدا وهو لوحده، لانه بيسمع اصوات ذئاب حواليه، فبيخاف بيت اكتر وبيفضل يجري في الغابه والصوت بيعلى حواليه، والذئاب بتبدا تقرب له وتطارده. وفجاه بيت بيكون متحاصر من مجموعه ذئاب، وخلاص بيكونوا على وشك انهم يهجموا عليه، لكن في اخر لحظه الذئاب دي بتخاف من حاجه مجهوله وبتهرب من المكان، لحد ما بيتفاجئ بيت بتنين عملاق لونه اخضر، فبيعرف ان الذئاب خافت منه ومشي. وبيت كمان بيكون خايف من التنين وبيساله هياكله ولا لا، لكن على العكس تماما بيتفاجئ بيت بان التنين بيساعده وبيديله الشنطه بتاعته اللي وقعت منه. ومش بس كده، ده بيمدله ايده، فبيروح بيت يطلع على ايده وبياخدوا التنين وبيطير بيه لفوق علشان يعيشوا مع بعض. وبعد مرور 6 سنين بنشوف شخص عجوز اسمه جون، وبيكون عايش في قرية قريبة من الغابة. وبيكون جون قاعد مع شوية اطفال وبيحكي لهم عن تنين اخضر عملاق، وبيقول لهم ان التنين ده عايش في الغابة، لكن محدش من اهل المدينة شافه، علشان كده هم مش مصدقين انه موجود اصلا، وبيقولوا عليه اسطورة. وبيقول لهم انه شاف التنين ده زمان وهو طفل، وساعتها كان جون هيضربه بالنار، لكن التنين هجم عليه ووقعت منه البندقية، فهرب عم جون بسرعة من المكان. واثناء ما عم جون بيحكي القصة بتقاطعه بنته جريس، وبتقول لابوها يبطل يخوف العيال من الغابة، وبتقول للاطفال انها شغالة حارسة في الغابة، وبتروح هناك كل يوم ومش بتشوف هناك اي حاجة. لكن عم جون بيصمم ان التنين ده حقيقي وانه مش قاصد يخوفهم. بعد شوية بنشوف بيت وهو بيطارد ارنب في الغابة علشان ياكله، وبيقدر بيت يصطاد الارنب، لكنه بيتفاجئ بوجود دب كبير وراه. لو سمحت بقى يا صديق، انزل اشترك في القناة، لان طبقا للاحصاءات 98% من المشاهدين مش مشتركين في القناة. وشكرا لكل انسان جدع هيشترك في القناة دلوقتي ويدوس لايك. فبيصرخ بيت في الدب، فبيخاف الدب وبيهرب من المكان، لكنه مش بيهرب بسبب بيت، بس بيهرب عشان خايف من التنين صديق بيت. وطول السنين دي بيكون بيت عايش مع التنين في الغابة، وبيكونوا أصدقاء جدا لبعض وبيلعبوا مع بعض. وبيكون بيت سمى التنين ده باسم إليوت على اسم الكلب اللي كان بيقرا قصته في العربية. وبيفضل بيت يلعب مع إليوت في النهر ويلعبوا سوا، وبيكون بيت مبسوط جدا. وفجأة وهم بيلعبوا مع بعض بيختفي إليوت، وبيفضل بيت يدور عليه وما بيلاقيهوش. وبيكون إليوت عنده قدرة على التخفي وبيقدر يغير لونه، وبيكون متخفي على شكل شجرة علشان بيت ما يلاقيهوش. وبعدها إليوت بيرجع لطبيعته وبياخد بيته وبيطيروا مع بعض، وبيرجعوا للمكان اللي عايشين فيه، وبيفضلوا طول الليل قاعدين مع بعض. وتاني يوم بنشوف التنين ومعاه بيت كالعادة، ولكن المفاجأة ان بيت بيلاحظ انهم بعدوا جدا عن المكان اللي هم عايشين فيه. وبعد شوية بنشوف بيت بيتفاجئ بوجود جريس قدامه في الغابة، فبيتصدم بيت لان دي اول مرة يشوف كائن بشري من ساعة وفاة امه وابوه من 6 سنين. فبيفضل يراقبها من بعيد وبيمشي وراها لحد ما بيلاقيها منشغلة، فبيروح عند شنطتها وبيسرق منها البوصلة. فبتسمع جريس بيت وهو بيتحرك، فبتدور على مصدر الصوت، لكن زميلها في الشغل بينادي عليها وبيقول لها ان هو لقى الحفار. فبتروح جريس معاه للحفار وبتاخد المفاتيح بتاعة الحفار وبترميها بعيد، لان في شخص بيستخدم الحفار ده في قطع الاشجار وبيسبب الاحتباس الحراري، ودورها المحافظة على البيئة. وبتمشي بعدها في العربية، وبعد ما بتمشي بيروح بيت ياخد المفاتيح بتاعة الحفار، وبيروح إليوت يشوف الحفار وكان هيدمره بالغلط. وبعدها بيت بيفتح البوصلة، فبيلاقي صورة لجريس مع ابوها وامها وهي صغيرة، فبيفتكر امه وابوه، بيكون متأثر جدا. وبيدخل الليل وبيفضل بيت يستعيد ذكرياته زمان مع ابوه وامه، وبيبدأ يقرا قصة الكلب إليوت اللي معاه من يوم الحادثة، لكن مش بيعرف يقراها مظبوط لانه كان يدوب بياخد الف باء. وتاني يوم بيصحى بيت على صوت هز أرضية وصوت آلات كتير، ولما بيروح يشوف الصوت جاي منين بيشوف مجموعة أشخاص بيقطعوا في الأشجار حواليهم، والمسؤول عن قطع الأشجار دي اسمه جافن. وبيكون جافن موجود في العملية دي مع أخوه جاك، ولكن جريس بتكون بتكره جافن أخو جوزها جاك لأنه بيضر بالبيئة عن طريق قطع الأشجار. وبيكون بيت بيراقبهم من بعيد. بعد كده بتيجي بنت لعنده وبتشوفه اسمها ناتالي، وناتالي دي بتكون بنت جاك وجريس. واول ما ناتالي بتشوفه بتحاول تصعد له، لكن بيت بيكون اسرع منها وبيتسلق الشجره بسرعه، ما هو متربي في غابه يا صديق. واثناء ما ناتالي بتطلع وراه بتتزحلق من على غصن الشجره وبتكون هتقع، فبينزل بيت يساعدها لكن مش بيقدر يساعدها كويس، وبتقع برضه بس مش بيحصل لها اي حاجه. فبينزل بيت يطمن عليها وبيمسك شعرها وبيبص لها باستغراب، فبتستغرب ناتالي من اللي هو بيعمله، وبتساله هو عنده كام سنه، فبيقول لها ان هو عنده 5 سنين، ودي اخر حاجه فاكرها. فبتقول له ناتالي لا انت شكلك اكبر من كده اصلا، وبتقول له على اسمها وهو بيعرفها على اسمه وبيتعرفوا على بعض. وفي اللحظه دي بتيجي جريس ومعاها جوزها جاك وبقيه العمال، لانهم سمعوا صوت صراخ ناتالي وافتكروا انها في خطر. فبتطمنهم ناتالي عليها وبتقول لهم انها بخير وانها جت هنا ورا الولد ده وبتشاور على بيت. فبيتصدموا كلهم لما بيشوفوا شكله الغريب، وبتلاحظ جريس انه لابس البوصله بتاعتها، فبتقرب منه علشان تاخدها، فبيهرب منها بيت على طول
بتدخل وبيطلع على الشجره، لكن جافن بيمسكه وبيوقعه على الارض فبيغمى عليه. وفي نفس الوقت بيكون إليوت بيدور على بيت في كل حته في الغابه لكن مش بيلاقيه، فبينادي إليوت على بيت عن طريق الزئير، وجافن بيسمع صوت إليوت من بعيد وبيستغرب جدا لانه ما كانش قادر يحدد نوع الكائن اللي بيطلع الصوت ده يبقى ايه. وبيفضل إليوت يدور على بيت لحد ما بيوصل المكان اللي فيه العمال، فبيفضل إليوت يراقبهم من بعيد، فبيطلع على شجره فبيوقعها عليهم بالغلط، فبيهرب من المكان بسرعه، وكل العمال بيتصدموا وما بيكونوش عارفين ازاي الشجر دي وقعت اصلا. فبيجهز جافن بندقيته وبيقول لهم جهزوا نفسكم علشان هيروحوا يصطادوا. بعد كده بيفوق بيت من حاله الاغماء وبيلاقي نفسه موجود في مستشفى ولابس لبس المستشفى، ولما بيشوف البالونه الموجوده قدامه بيخاف منها جدا عشان مستغرب من شكلها ومش عارف ايه المكان اللي هو فيه اصلا. بعدها بيسمع صوت جاي من قدام الاوضه بتاعته، فبيروح يشوف ايه اللي بيحصل، فبيلاقي جريس، وبتكون جريس بتتكلم مع ضباط الشرطه عنه، وبيقول لها ضابط الشرطه واضح جدا من تصرفاته انه كان عايش في الغابه لمده طويله وممكن يكون تاه من اهله زمان. فبتقرر جريس تروح للغابه وتدور على اي دليل وتفهم ايه حكايه بيت. وفي الوقت اللي هما كانوا بيتكلموا فيه عن بيت كان بيحاول يفتح شباك الاوضه ويهرب، ولما بتروح ناتالي تطمن عليه ما بتلاقوش في الاوضه، فبتبلغ الشرطه وامها ان بيت هرب من المستشفى. وبيت بيكون عمال يجري في الشوارع ومش عارف يروح ازاي للغابه، وفجاه بيلاقي اتوبيس مدرسه قدامه، فبيتشعلق في الاتوبيس وبيطلع فوقيه وهو بيتحرك عادي جدا، مش بقولك متربي في غابه. بعد كده الشرطه بتلاحق بيت علشان يمسكوه، فبيفضل ينط فوق سقف العربيات لحد ما بيدخل في زقه صغيره علشان ما يعرفوش يدخلوا وراه، لكن الزقه دي بتكون مسدوده ومش بيعرف يهرب. وبتكون جريس والشرطه وصلوا، فبيكون خايف جدا منهم وبيكون مضطرب نفسيا، فبتقول له جريس انه يطمن وانهم مش هيأذوه، لكن بيكون خايف منهم وبيحاول يهرب، فبتمسكه جريس وبتحاول تهديه، لكن جريس بتتفاجئ انه عمال يعوي زي الذئاب بطريقه غريبه جدا، وكل الناس اللي كانت موجوده كانت مستغربه جدا منه ومصدومين من اللي هو بيعمله. وفي الوقت ده بيكون جافن واخد العمال بتوعه وبيدوروا عن الحيوان اللي وقع الشجره وبيكونوا ناويين يصطادوه، لكن إليوت بيكون متخفي وسطهم وبيراقبهم وهم مش شايفينه. بعد كده بيلاحظ جافن اثار اقدام تنين، فبيتصدموا جدا من شكل الاثار الموجوده، وبيتاكدوا ساعتها من وجود التنين الاخضر العملاق فعلا وانه حقيقه. وفي نفس الوقت بتاخد جريس بيت في العربيه بتاعتها للبيت، واول ما بيوصلوا بيحاول بيت يهرب بسرعه، لكن جريس بتلحقه وبتمسكه وبتساله انت عاوز تهرب على فين، فبيقول لها ارجع بيتي، فبتساله بيتك فين. هنا بيت بيسكت ومش بيرد عليها، فبتقول له انت هتبات عندي النهارده طالما مش عارف بيتك فين، وبكره تاخده للغابه مكان ما لقيوه ويدوروا على بيته هناك سوا. هنا بيت بيقول لها مش هيقدر يسيب إليوت لوحده اكتر من كده، فبتساله جريس مين إليوت ده، لكن بيقاطعهم جاك وناتالي وبينادى على مراته جريس تدخل البيت، وبتدخل جريس وبتتكلم مع جاك وبتقول له ان بيت هيفضل معاهم لحد ما يكتشفوا حقيقته كامله، وبتقول له انها جابته البيت علشان يفضل مع ناتالي لانهم قريبين من بعض في السن وهيفهموا بعض وممكن يحكي لها قصته. وبعد شويه بيوصل جافن والعمال بتوعه لنفس الكهف اللي إليوت وبيت عايشين فيه، وبيكون إليوت لسه بيراقبهم من بعيد، وبيلاقوا في الكهف قصه الكلب بتاعت بيت، وبيعرفوا ان بيت كان عايش في المكان ده، وبيستغربوا جدا لما بيلاقوا اثار التنين موجوده عند الكتاب، فبيفهموا انهم عايشين مع بعض وبياخدوا القصه وبيخرجوا من الكهف. بس اول ما إليوت بيشوفهم هم واخدين القصه بيتعصب وبيهاجمهم وبيخوفهم كلهم، وفعلا بياخدوا العربيه وبيهربوا بسرعه وهم مرعوبين ومش بيكونوا مصدقين انه موجود. وبيكون إليوت ساعتها طاير فوقيهم وبيراقبهم، وفي نفس الوقت بتكون ناتالي قاعده مع بيته بيتكلموا عن التكنولوجيا وبتعلمه ازاي يتصرف زي الاولاد اللي في سنه. وبعد شويه بتقعد جريس مع بيت، وبيت بيفضل يحكي لها عن صديقه إليوت، وبتساله هل إليوت ده شخص زينا، فبيقول لها لا. وقبل ما بيحكي لها عنه بيجي اتصال لجريس من الشرطه وبيقول لها انه عارف قصه بيت وعن الحادثه اللي اتعرض لها مع ابوه وامه، وان بيت كان مفقود من سنين لحد ما افتكروه مات زي ابوه وامه. في نفس الوقت بيكون إليوت بيراقب العربيه وماشي وراها لحد ما وصلوا للمدينه، وبيكون بيت قاعد مع ناتالي وراسم لها شكل صديقه إليوت، فبتستغرب ناتالي من شكله جدا وبتقول له ان ده تنين وان التنانين دي كائنات اسطوريه مش موجوده في عالمنا. فبيسالها بيت يعني ايه تنين، فبتبدا ناتالي تغني له اغنيه التنين اللي ابوها كان بيغنيها لها زمان. وبتلاحظ جريس انهم خدوا على بعض جدا، فبتفرح بسبب كده على امل ان بيت يحكي لها قصته. وبعد كده بتطلب جريس من ناتالي تخرج عشان عاوزه تكلم بيت على انفراد. بتقعد جريس جنب بيته وبتبدا تساله عن الحادثه ولو هو فاكر اي حاجه وكده، فبيحكي لها بيت وهو حزين عن رحلته البريه مع ابوه وامه وانهم ماتوا بسبب الحادثه اللي عملوها. فبتعرف جريس انه فاكر كل حاجه وبتفضل تواسيه وبتقول له انها هتفضل جنبه ومش هتسيبه لوحده ابدا، لكن بيت بيقول لها انه مش وحيد لانه معاه صديقه إليوت. ولما بتساله مين هو إليوت بيوريها بيت الرسمه وبيقول لها هو ده إليوت. ولما جريس بتشوفه راسم تنين اخضر عملاق بتتصدم، وده لانها بتفتكر ابوها لما كان بيحكي للعيال عن التنين الاخضر العملاق اللي هو شافه، فبتفهم ان ابوها ما كانش بيكذب عليهم. بعد كده بيوصل جافن لبيت اخوه جاك وبيقول له انه شاف تنين اخضر في الغابه، وطبعا جاك مش بيصدقه،
فبيتضايق جافن وبيسيبه وبيمشي علشان اخوه مش مصدقه، لكن جريس بتكون سامعاهم وبكده تكون اتأكدت 100% من وجود التنين الاخضر العملاق. وبعد شويه بيقعد جاك مع جريس وبيت وناتالي وبيحكي لهم حدوته بناء على طلبهم. وفي نفس الوقت بيكون إليوت وصل لبيت جاك وجريس وبيدور على بيت جوه البيت وبيشوفه هو قاعد وسطهم. وبيكون إليوت متأثر جدا وبيسيبه على راحته ويمشي. حساس إليوت ده اكتر من ناس اعرفها في حياتي يا صديقي. وبيرجع إليوت للغابه وبيمشي وهو حزين. وبعدها بتروح جريس لبيت ابوها عم جون عشان تشوف الرسومات بتاعته عن التنين الاخضر، لحد ما بتلاقي ابوها في وشها فبتتكلم معاه وبتقول له عن بيته وموضع التنين، وبتقول له عاوز اسمع قصتك الحقيقيه مع التنين. فبيحكي لها عم جون انه كان واقف في الغابه وهو صغير واتفاجئ بوجود التنين قدامه، وساعتها اترعب جدا وطلع بندقيته علشان يضربه بالنار، لكن ما قدرش انه يضربه بالنار لانه حس احساس غريب تجاه التنين ده، وكمان لانه ما كانش مؤذي وطيب. فبتتأثر جريس بالقصة دي جدا وبتحس انه كان أليف واستثنائي. وتاني يوم بتاخد جريس ناتالي وبيت وبيكونوا في طريقهم للغابة علشان يشوفوا التنين ده. وفي نفس الوقت بيعرف جاك ان اخوه جافن مش موجود وراح للغابة علشان يصطاد، فبيستغرب جدا وبيقرر يروح للغابة علشان يدور على اخوه. وفي نفس الوقت ده بيت بياخد ناتالي وعم جون والباقيين وبيروحوا للكهف وبيخليهم يستنوه بره. وبعد شوية بيخرج إليوت وبيكون معاه بيت، وطبعا اول ما بيشوفوه بيكونوا مرعوبين منه جدا وبيكونوا مصدومين من شكله، لكن بيت بيهديهم وبيقول لهم ما تخافوش. وساعتها إليوت كان بيقرب منهم ببطء علشان ما يخافوش منه. وهنا بنلاحظ ان ناتالي مش خايفه وعماله بتقرب منه وبتلمسه وبتلاقيه لطيف جدا وخوفهم منه بيروح. في اللحظه دي بيتفاجئوا بدخول جافن عليهم وبيكون معاه المساعدين بتوعه وبيفضلوا يضربوا إليوت بطلقات مخدره وبيحاصروه من كل مكان. وطبعا إليوت بيقاومهم وبيطير لفوق علشان يهرب منهم، لكن بيكون مفعول المخدر اشتغل وبيقع إليوت على الارض والمكان بيتدمر بسبب وقعته. وبيوصل جاك وبيسأل اخوه عن اللي بيحصل، فبيقول له ان ده مجرد تنين ونصطاده. وبعد كده بيحطوه على شاحنه كبيره وبيروحوا علشان يحبسوه في مخزن، وبيتصل جاك بالشرطه وبيعرفهم باللي حصل وانهم لازم يجوا عنده على طول. اما بيت بيكون قاعد حزين جدا ومش بيتكلم مع حد خالص، رغم ان ناتالي بتيجي له تكلمه وجريس كمان بتيجي تواسيه، لكنه مش بيرد عليهم وبيبص للناحيه التانيه. بعد كده بتوصل الشرطه وبيتكلموا مع جاك وجافن عن التنين، وبيقول لهم جافن ان هو اللي اصطاد التنين ده وقانون يبقى بتاعه هو. وفي نفس الوقت بيكون بيت وناتالي دخلوا المخزن من غير ما اي حد ياخد باله، وقفلوا باب المخزن من جوه عليهم وبيحاولوا يحرروا إليوت، لكن جافن بيسمع صوت من جوه المخزن فبيحاول يدخل ولكن الباب بيكون مقفول. فبيساعدوا صحابه وبيكسروا الباب، ولما بيدخلوا مش بيلاقوا اي حد خالص جوه المخزن وبيفضلوا يدوروا عليهم. وبيكون إليوت متخفي جوه المخزن ومعاها بيت وناتالي، فبتفهم جريس انه جوه فبتقفل باب المخزن عليهم تاني وبتروح تقول لجاك وبتطلب منه يساعدها. وبعدها بيروح عم جون علشان يساعد إليوت وبيت وناتالي في المخزن، لكن إليوت ما بيكونش قادر يطير وتعبان بسبب الطلقات المخدره. فبياخدوا عم جون في نفس الشاحنه اللي جابوه بيها وبيهرب بيهم بسرعه، ولكن جافن والصيادين بيشوفوهم فبيروحوا يمشوا وراهم. وبنلاقي ان إليوت بيحاول انه يطير تاني لكن ما بيقدرش وبيدوس على الشاحنه جامد برجليه، بسبب كده عجل الشاحنه بيبوظ وعلشان كده سرعه الشاحنه بتقل. وبيلحقهم جافن والصيادين وبيبداوا يحاصروهم، لكن عم جون مش بيقف وبيخبط العربيه بتاعتهم بالشاحنه فبتقع من فوق الجسر، وبسبب الخبطه دي الشاحنه بتتعطل وبتقف على الطريق. وبتكون عربيات الشرطه والصيادين وصلوا لهم خلاص وعاوزين يمسكوا التنين، لكن بيتضايق إليوت فبيطلع فوق الجسر وبيبدا يطلع نار من بقه ناحيه الجسر علشان يدمروا خالص ومحدش يقدر يعدي لهم الناحيه التانيه. لكن المفاجاه ان عربيه جاك وجريس كانت برضه على الجسر وإليوت ما خدش باله، وبتكون عربيه جاك وجريس خلاص هتقع بعد ما الجسر اتدمر. فبيحاول جافن يمسك العربيه قبل ما تقع لكن مش بيلحق يمسكها، فبيتدخل هنا إليوت وبيلحق العربيه قبل ما تقع من فوق الجسر، لكن الجسر بيتدمر بيهم كلهم وكله بيقع من فوقه. وبيقف عم جون وبيت وناتالي وهم مش مصدقين وبيفضلوا يعيطوا لانهم بيفتكروهم انهم ماتوا، ولكن بيتفاجئوا بإليوت طالع طاير من تحت والباقيين على ظهره، وبيكون إليوت قدر ينقذهم. فبينزلهم إليوت من على ظهره وبيجروا على بعض يطمنوا على بعض. وبعدها بياخد إليوت بيت على ظهره وبيروحوا للكهف اللي كانوا عايشين فيه سوا، وبيدي إليوت قصة الكلب بتاعت بيت ليه وبيشاور له على صورة كلب موجود في القصة، والكلب ده بيكون لها أسرة تتبناه وترعاه وفضل معاهم طول حياته. وبيفهم بيت ان إليوت قصده انه يروح مع الأسرة دي علشان ترعاه، فبيحضنوا بيته وبيودعوا بعض هما الاتنين. وبعدها بيرجع بيت لجاك وجريس علشان يعيش معاهم ويرعوه، وبيكون إليوت هو اللي وصله لبيت جاك، وبعد ما بيوصله بيطير لبعيد. وبعد فترة كبيرة بيروح بيته وأسرته الجديدة علشان يطمنوا على إليوت، وبيلاقوه هو كمان اتعرف على التنيناية وبقى عنده أسرة وأطفال، ورغم انهم بعدوا على بعض لكنهم مش هيتفرقوا تاني وهيفضلوا أصدقاء. وهنا بيخلص الفيلم.
لو سمحت بقى يا صديق انزل اشترك في القناة دلوقتي، لان طبقا للاحصاءات عندي 98% من المشاهدين مش مشتركين في القناة. وتاني شكرا لكل انسان جدع هيشترك في القناة ويدوس لايك للفيديو. وما تنساش تقول لي رايك في قصة الفيلم، ولو عايز اي فيلم نلخصه قول لي عليه في الكومنتات. يلا سلام.